السلام عليكم ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين بوصفه تحفه. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. وقبل ما ندخل على اي فيديو بنذكر الله ونصلي على الرسول، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. واللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لك. لو كنت بتابعينا على الفيسبوك اعملي فولو، ولو كنت من على اليوتيوب اعملي اشتراك، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. يلا بينا نشوف الوصفه الجميله بتاعتنا دي عملت ازاي. معايا هنا معايا هنا دبابيس فراخ، ومعايا كمان هي كانت فرخة كاملة يا جماعة قطعتها، وكان عندي 4 دبابيس من الفراخ كمان عملتهم. الفرخة ما تزيدش يا جماعة عن 900 جرام او كيلو. حطيت هنا حطيت ربع كوباية من الملح، وكمان ربع كوباية من السكر، وهدوبهم مع بعض كده. وحطيت كمان كوبايتين مية. وبعد كده هنزل بقى بشرايح ليمون وكبابة صيني وقرنفل وحبهان ورق لوري. وهعمل كده، ده اسمه محلول نقع يا جماعة. بيشيل اي زفارة بقى عندك في الفراخ او الدم، يعني بيطلع كل الدم اللي في الفراخ والزفارة كمان، وبيسهل عملية السوا معاكي. هنزل بقى بقطع الفراخ دي. الفراخ يا جماعة قطعتها على 8 حتات يعني. قطعت الفرخة 8 قطع. وممكن تقطعها اكتر، لكن هي كانت الفرخة بتاعتي 900 جرام، يعني مش كانت جاية كيلو، فقطعتها 8 قطع، وكانت جميلة جدا جدا. حطها بقى في التتبيلة او في المحلول النقع اللي انا عملته ده، وهغطيها بلاستيك راب، وهسيبها تبات كده على رف التلاجة ليلة كاملة. هي من ساعتين لليلة كاملة يا جماعة، بتدي طعم تحفة، وكمان بتسهل معاكي عملية السوا جدا جدا. خلاص هشيلها بقى. هغطيها بلاستيك راب واحطها تحت التبريد. طبعا يا جماعه، مش مشترك يشترك، اللي مش اشترك يشترك ويفعل زر الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. ومش تنسوا اللايك والصلاة على الرسول وذكر الله، وربنا يجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. خلاص كده. ده تاني يوم بقى الصبح يا جماعة، طلعتها من التلاجة، وكانت المية معايا شايفين بالشكل ده كده، المية صفرة طبعا، خرجت اي حاجة مش كويسة في الفراخ. خلاص هغسلهم بقى. وهاجي كمان هنا هنزل تعمل بقى التتبيلة بتاعتهم. هنزل بفصين توم كبار مهروسين بالشكل ده كده، وهنزل كمان بكوباية من الزبادي وكوباية من اللبن. وتعالي نشوف البهارات اللي هنحطها مع بعض. عندي بقى بهارات فراخ، وكمان مرقة فراخ، ومرقة دجاج اللي هي البودر دي يا جماعة. وعندي كمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بابريكا وكمون وتوم بودر وبصل بودر وفلفل اسود وملح وكاري وكركم. كل التوابل دي طبعا، ورشة من ال7 بهارات دي لازم ضروري جدا جدا. وهقلب كل الكلام ده كده مع بعضه، وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي، وهسيبها مش اقل من ساعتين. طبعا انا هروح الشغل وهرجع بقى هعملها، يكون طبعا يعني على الغدا. احطها بالشكل ده كده يا جماعة. موضوع سهل جدا جدا، مش محتاج اي افتكاسة. هنزل بقى كل القطع الفراخ اللي معايا دي بالشكل ده كده، وهسيبها واغطي. هخلص كل القطع اللي معايا دي كده. بسم الله ما شاء الله. الفراخ جميلة جدا جدا، وكمان مناسبة جدا جدا. زي ما قلت لكم، ما تعملوش فراخ كبيرة. لو هتعملوا فراخ كبيرة قطعوها قطع صغيرة، كل ما تبقى القطع صغيرة هتستوي معاكم بسرعة، وكمان هتسهل معاكم عملية السوا. شايفين بالشكل ده كده. خلاص خلصت الفراخ اللي معايا كلها، حطيتها في التتبيلة. رجعت بقى من الشغل، عندي هنا دقيق حط عليه جميع البهارات اللي احنا استخدمناها. يعني حطيت بقى كمون وكزبرة وكاري وكركم وتوم باودر وبصل باودر ورشة من ال7 بهارات. همسك بقى الدقيق بتاعي كده بالشكل ده، وهشيل من التتبيلة واحط في الدقيق كده، واخبط في الدقيق علشان تعمل معايا التعرجات اللي بتعملها دي. وارجع طبعا اشيلها من المية وارجعها على الدقيق تاني. ده طبعا اللي عايز يعمل كفر يكون سميك يعمل زي ما انا بقوله كده. لكن لو عايزة الكفر بتاعها يعني يكون متوسط، يبقى اعمليها مرة واحدة بس.
خلاص هخلص كل الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. طبعا دي مية عادية جدا يا جماعة من الحنفية، والدقيق ده انا حاطة عليه على فكرة معلقتين نشا، دول كوبايتين دقيق ومعلقتين نشا عليهم. ممكن تعملي بدقيق بس من غير البقسماط دي خالص، او الكريسبي ده خالص يعني، وبتبقى جميلة جدا جدا. يعني لو الكريسبي ده او البقسماط مش موجودة، الدقيق كفاية جدا جدا، كافي ان هي تطلع معاكي مقرمشة وجميلة جدا. هتحطي كده في المية وترجعي تاني ترجعيها على الدقيق، وتعملي نفس الخطوة دي مرة واتنين، حسب ما انت عايزة الكفر بتاع الفراخ بتاعتك سميك او حباه يكون رقيق. هنعمل برضو في بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في البصمات كده بالشكل ده برضو، وهنخبط عليها عشان تعمل معانا تعرجات اللي انتوا شايفينها دي. هشيلها بقى واحطها في الطبق بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده، وهكمل معاكم بعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. خليكم معايا ما تروحوش اي مكان، ومش تنسوا اللايك يا جماعه، اللايك بيرفع الفيديو. يعني الفيديو عندي بيجيب 1000 مشاهده وجايب 20 لايك و30 لايك، ينفع بالله عليكم؟ يعني اللايك يا جماعه. وبعدين هو مش بفلوس يعني، عادي. عندك تحت كده هتلاقي فيه لايك وديسلايك، اعملي اي حاجه، المهم انك تعملي لايك وخلاص. هنبدأ بقى ان احنا نخلص الكمية دي كلها كده معانا، وهنروح نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. شايفين يا جماعة بتبقى معايا بالشكل ده كده. طبعا في الوقت ده حاطة زيت على النار، لازم يكون الزيت سخن، ويكون ظابطة كمان درجة الحرارة. كل حطة من دي هتاخد معاكي بالظبط 10 دقايق. وغطوا الحلة يا جماعة، يعني حمري في حلة او اقلي في حلة تكون غويطة، وكمان غطيها علشان تستوي كويس جدا. شايفين بالشكل ده، وبتطلع معايا بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. هحط التاني كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اخلص الكمية بتاعتي كلها. موضوع سهل جدا. يعني شايفين يا جماعة طلعته على مصفى بقى عشان لو في زيت ولا حاجة، بس هو ما كانش في زيت. شايفين مقرمشة معايا جدا جدا، وكمان واخدة كفر جميل جدا جدا. ومعايا الكاتشب ده انا عاملاه في البيت كمان، مش شاريه من بره. ولو عايزين الوصفه هي على القناه، ممكن انزل لكم اللينك في تعليق لو على الفيسبوك، وممكن احط لكم اللينك كمان في صندوق الوصف، وهكتب لكم المقادير كمان في صندوق الوصف. وهتبقى معاكم الوصفه تحفه، لانها سهله جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه جديده، فيها كل حاجتها هتبقى كلها سهله وفي البيت. وعايزاكم تقولوا رايكم في الكومنتات. ودلوقتي هتشوفوا الفراخ بتاعتي، وهي يعني بقول لكم ان مش خارجه، ما فيهاش اي حاجه خالص، ما فيهاش دم وما فيهاش اي حاجه، لانها استوت كويس جدا. بس انصحكم طبعا يا جماعه اضغطوا الحله اللي هتقلوا فيها، بيسهل عمليه السواء، وبيخليها تستوي بسرعه كمان، وبيحافظ على درجه حراره الزيت. شايفين يا جماعه الفراخ هي ما فيهاش دم ولا فيها حاجه خالص، هتشوفوها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. شايفين يا جماعه ما فيش اي حاجه فيها خالص. اسيبكم في امان الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.